نفسي حزينة جدا حتى الموت. لماذا؟ لأن خطايا كل البشر قدمت أمامه في كأس، وقال الكأس التي أعطانيها الآب ألا أشرب؟ بحزن رهيب. وأما تجيب واحد بريء وتقول له أنت متهم، أكتر من واحد بيعمل غلط وتقول له متهم، البريء يبقى مش قادر يستحمل. عشان كده المسيح إلهنا اجتاز الحزن، حتى مش على الصليب فقط، لكن 3 مرات اتقال عنه في الكتاب المقدس أنه بكى يسوع 3 مرات. الجملة المشهورة اللي في إقامة لعازر، يقول الكتاب دي المرة اللي ذكرت عنه يقول إيه؟ فلما رآها، أصل مريم لما تبكي، المسيح إلهنا كان يقول عن مريم اختارت إيه؟ اختارت النصيب الصالح، وهي اللي تجلس عند قدمه وتعرف اللي في قلبه ويقول لها كل اللي في قلبه. يقول جاءت وسجدت له وقالت له يا سيد لو كنت هنا لم يمت أخي. وبعد ما وقفت لقاها بتعيط، يقول فلما رآها تبكي واليهود الذين جاءوا معها يبكون انزعج بالروح واضطرب، بكى يسوع. كنت في وعظة في كنيسة، فبقول لهم عن البكا يعني، فبقول لهم الناس اتعلموا، وانتوا كمان كأمهات، بكلم الأخوات، تقول الراجل ما يعيطش، الولد الذكر يا عم عيط، انت لازم تعيط. المسيح إلهنا ذكر عنه إياك تقول لابنك الذكر إياك تعيط، أنا بحذرك. ليه؟ البكا ده عبارة عن تنفيس نفسي للولد الصغير اللي عندك. عشان كده الأخوات ما بيموتوش بدري، الرجالة اللي بيموتوا بدري. يعني تلاقي الست قاعدة والراجل مات. مسيح إلهنا تجرع جرعات حزن وبكى وشارك مشاعر مريم واليهود، وكان يعلم علم اليقين أنه بعد لحظات قليلة سيقوم لعازر، لكنه لأنه أيضا يشارك اللي اتقال عنه بكاء مع الباكين. تاني موقف المسيح إلهنا بكى فيه يبين برضو حزنه، لأن البكا ده ما هوش غير تعبير عن حزن، أنا حزين فببكي. يقول وفيما هو يقترب من المدينة بكى عليها قائلا أنك لو علمت أنت أيضا حتى في يومك هذا ما هو لسلامك، لكنه قد أخفي عن عينيك. يقول بكى على المدينة. ودي خليني أشارككم بحاجة، في حاجة عند القديسين خاصة بالدموع، مش بس موهبة الدموع، لكن تجدهم بعض القديسين، مش كلهم، بعض القديسين وبالذات المتوحدين في لحظة من اللحظات بتلاقيه بيبكي بدون سبب، ليس تذكر خطايا ولا عنده مشكلة ولا حد قال له حاجة، لكنه كأنه يشارك المسيح إلهنا أنه يبكي على المدينة، يبكي على الناس، يبكي على خلاص نفوسهم. ودي نادرة شوية، مش كل حد بيقدر يجتاز هذا الاختبار، لدرجة انه ارميا يقول ايه؟ يا ليت رأسي ايه؟ ماء وعيني ينبوع دموع، كنت ابكي نهارا وليلة على قتل بنت شعبي. ده بأني واحدة؟ قال اي واحدة. بكاء. المسيح إلهنا بكى عند قبر العازر وبكى أيضا على المدينة، لكنه في ليلة آلامه بكى بكاء شديد جدا لم يذكر في الأناجيل أنه بكى، لكن جابها الرسول بولس في رسالة العبرانيين، بيقول إيه؟ الذي في أيام جسده إذ قدم بصراخ شديد ودموع. ما تقالتش في الأناجيل. الذي في أيام جسده إذ قدم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت فسمع له من أجل تقوى. المسيح إلهنا يحبه جاز مختبر الحزن ده، مختبره، هو عارفه كويس. فما حضرتك تحزن، لما تحزن في حد بيشاركك،
في حد بيشاركك. إياك في مرة تفتكر لما بتعيط أنت لوحدك، ده البشر يقولوا لك كده، لكنه المسيح إلهنا مشارك مشاركة تامة لكل. عشان كده بيقول لهم لما أنتم بتحزنوا طوبى للحزانة لأنهم مين اللي يعزيهم ده؟ ما يقدرش حد، لأن بيطبطب عليهم كأنه يشاركهم الدموع. ما أعظم إلهنا اللي قيل عنه في سفر إشعياء في كل ضيقهم تضايق. هو حد في مرة يقول لك أصل ما الناس كلها سابتك، ما الناس تركتك، الناس مش مهتمية بيك. قول له كفاية بس إن عندي إله. دي عظمة لينا احنا، يا لا مجدنا وفخرنا. يقول في كل ضيقهم تضايق، في كل ضيقهم تضايق. لدرجة دي خاصة بيكوا انتوا بقى، ده تطبيق لحياتكم. مسيح إلهنا لما يجي واحد زي حضراتكم يقول ايه؟ يقول هو ليه ربنا سايب الناس كده جعانين وعطشانين ومبهدلين ومرضى ومحبوسين؟ فالمسيح أجاب على السؤال ده. عارفين ايه الإجابة؟ بيقول لأني أنا مالي جعت، لأني جعت فأطعمتموني. قال من كتر، حتى مش بس في أيام جسده، لغاية دلوقتي جعان. مسيح بيقول أنا جعان لأني جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت مريضا فزرتموني، ومحبوسا فأتيتم إلي. يعني كأنه بيقول أنا بشارك البشرية إلى الآن، وهذا هي الإجابة البسيطة على آلام البشر. لماذا يترك الله البشر؟ قال مش متروكين يا عم، أنت مش متروكين، ده هو نفسه الجعان والمتألم والمحبوس، وكأنه يتجلى في هؤلاء. وعندما نقوم نحن ببعض خدمات بسيطة كأننا نخدم المسيح إلهنا، وفي الآخر على فكرة ربنا متشكر إنك خدمتني. أنا خدمتك إمتى؟ ما قالوا برضو في متى 25 متى رأيناك جائعا؟ قال بس تعملها مع الناس الغلابة، بس يا رب تعملها مع الغلابة. كتير يجوا يحبوا إن أي حد يساعدهم، أبونا سيدنا، فما يجي حد كده أقول له إيه؟ طب أنت كمان أبقى ساعد غيرك، أنت نفسك حن على غيرك، أنت ما تبقاش طماع وعايز كل حاجة لنفسك، أنت كمان تخلى عن أنانيتك للآخرين. المسيح إلهنا اللي اختبر الحزن لغاية دلوقتي يشارك المتألمين في أحزانهم، لدرجة أن لشاول، يقول شاول عنه، يقول سقط على الأرض وسمع صوتا من السماء قائلا له شاول شاول لماذا تضطهدني؟ قال له اضطهدك ازاي؟ قال له أنا يسوع الذي أنت تضطهده. طب أنا ما اضطهدكش، أنا ما أعرفكش أنت مين، لكن قال له أنت مالك عمال تجر الناس بتوعي وتودخهم السجن وتبهدل فيهم وتقتل فيهم وأنا ساكت؟ أنت بتضطهدني أنا. إلهنا أحبة ما زال إلى اليوم أيضا يشارك أحزان كل البشر. حدثتكم عن المسيح كرجل أوجاع ومختبر الحزن. إن شاء الله بكرة بنعمة ربنا نتكلم عن كمسطر عنه وجوهنا محتقر فلم نعتد به.